هم لوحدهم دون غيرهم الذين يستحقون أن يعبدوا الإله، والإله مش عايز غيرهم، وبقية البشر اعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه، دول الكلاب زي ما قلت في الخطبة. اللي يرضى يبقى كلب عند اليهود يبقى هو ده، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويلقى للكلاب إلا ما تلقيه السادة للكلاب. اللي يبقى كلب عندهم عبد العبيد، دي أصلا كلمة يزعمون أن نوحا قالها لسام، سام ابن نوح، ان اخوانك يكونون عبد العبيد لك، واولاد اخوانك يعني اللي هم يافث وحام لابد ان يكونوا عبد العبيد لاولادك، مش عبيد بس، لازم يكونوا ايه؟ عبيد العبيد. فده تصورهم، وبالتالي فلا يمكن ان يدخلوا في الديانات. بقول بقيه الامم عندهم اعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه. وجوديه هتلاقي يهودي اللي عاملها، الشيوعيه ماركس ولينين يهودي اللي عاملينها، التطور والنشوء والارتقاء داروين يهودي، كل يعني الكفر فعلا يقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. ما هو ملهاش قيمه عندهم، يكفروا يشركوا خليهم كفره مش مهم، افعلوا كل الفواحش والمنكرات، ما لقاش مدخل لكده. دور على الاديان الارضيه، بوذا وكونفوشيوس الراجل وثنيه واضحه جدا، ما لقاش حاجه، اتجه للادمان، مخدرات في هولندا مفتوحه متاحه. اللي عمل ايه؟ الادمان جره للجريمه، الجريمه وصلته لايه؟ للسجن. دخل لقى ايه؟ مسلمين جوه، المسلمين لا مسلمين جوه مجرمين. ازداد نفرة من الاسلام لسوء اخلاقهم. ناس تخيلوا واحد ارتكب جرائم في اوروبا، هو اصلا في يعني وضعه ايه في اوروبا عشان يخش السجن في اوروبا؟ حال كرب فظيع جدا. فازداد نفرة من الاسلام. الاخ عند النقطة دي بيبكي، لانه بيقولوا كل حاجة بتنفروا عن الاسلام، وبعدين ربنا هداه. يعني كيف هداه سبحانه وتعالى بطريقة عجيبة جدا. بقول لكم قضية ان ايه العبادة ده اللي جانب من جانب الشخصية اللي هو كان مفتقده. لقاهم جه رمضان فبدأ يصوم رمضان، بدأوا يصوموا رمضان زي عامة المسلمين، ما بيصلوش ولكن بايه؟ بيصوموا. فبدأوا يصوموا رمضان، عجبته الفكرة، انا اصوم معاهم، شوف ايه حكاية الصيام دي. صام ومعاهم، هم ما كملوش اليوم في هولندا دلوقتي في الصيف طويل جدا، وكل البلاد اوروبا يعني شمال اوروبا اليوم فعلا النهار، الليل ممكن يبقى العشاء الساعة 1 والفجر الساعة 3. المهم ان هو كمل الصيام وكمل صوم رمضان، فلقى نفسه اتغير، فبدأ يدور على انه يعرف ايه هو الاسلام ده وكيف ايه اللي فيه. هو لقاهم بيتكلموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم باحترام، فبدأ عايز يعرف ايه ده، فقالوا له القرآن، فجاب الترجمة، فبدأ يقرأ، لقى المسيح اللي موجود، اللي عجبته شخصيته، موجود بصورة جميلة جدا في الايه؟ في القرآن، ونفس التعاليم فعليا، لقى قصة ابراهيم وموسى، لقى الحاجات اللي موجودة في الايه؟ في التوراة والانجيل اللي هو كان قرأهم، ولقى نفس الشخصيات المحمودة التي تحب، ولقى الاجابات على الايه؟ على الاسئلة اللي ملهاش اجابة عند النصارى. تدرج به الحال الى ايه؟ الى ان اسلم بفضل الله عز وجل. المدخل كان احتياج الانسان الى العبادة، هم بيحاولوا يسدوها بالطقوس الباطلة. زي ما قلت، اي انسان له تصور، له جانب اعتقادي، يتصور الكون ده له خالق او ملوش، له بداية ملوش نهاية، بدايته ازلية لا بداية له، نهاية لا معنى لها، وما يهلكنا الا الدهر. كل واحد له تصور. الانسان